صفات لو فيكي ما ينفعش ابدا تكوني صاحبتي. مشروبك وتعالي اسمعي. مش عارفه الاضاءه كده هتكون كويسه ولا ايه، ولكن ما فيش مكان تاني اقدر اصور فيه غير الجزء ده، فاستحملوني بقى. الفيديو ده هو فيديو عبثي جدا، انا مش محضره اي حاجه، ولكن في موضوع كده يعني شاغل اهتمامي قوي بسبب مواقف يعني قريت عنها، وحسيت انه يعني لازم اطلع وادردش فيها معاكم. البنات اللي بيقبلوا بان هم يكونوا وسط دايره، حتى لو الدايره دي بتاذيهم نفسيا، لمجرد بس ان هم خايفين من الوحده، خايفين ان مفيش حد يكون حواليهم يشاركهم اهتماماتهم وتفاصيلهم وخروجاتهم وكده. طيب خلينا نبدأ. حاجات لو بتعمليها ما ينفعش تكوني صاحبتي. مبدئيا كده الشخصية النقمة هي دايما شايفة انه مش كفاية اللي عندها، ده مش كفاية، تستاهل طب تمام، مش انت بتعملي ايه بقى عشان انت شايفة ان انت تستاهلي الاحسن؟ فهي دايما شايفة انه لا، ان ربنا استغفر الله العظيم ظالمها، وهي حياتها متدمرة وما ينفعش اللي هي فيه ده. ودايما بتتكلم عن ان ما تستاهلش انها تكون مثلا في وسط الاب والام دول مثلا علشان مشاكلهم، ما تستاهلش انها تكون في الجامعة دي او في الكلية دي علشان هي تستاهل الاحسن. في كل حاجة في حياتها، كل حاجة في حياتها نقم عليها. فانا مستحيل اكون في وسط دايرة او مع شخصية من الشخصيات دي، ما اقدرش. انا ما اقدرش بجد، انا نفسيتي بتتعب. فانا مستحيل اصاحب واحدة نقمة طول الوقت عن قدر الله. تاني حاجة الشخصية المتنمرة اللي تلاقوها في وسط أي قعدة تمسك الرايح واللي جاي أو اللي قاعد معاها، تتنمر وتتريق وتسف عليه، تخليه زي ما بيقولوا الحفلة عليه في القعدة. وخصوصا بقى لو وسط ناس جديدة، يعني ناس ما تعرفكيش مثلا، فبتعمل كده. بشع، يعني شخصية بشعة. والمشكله ان الشخص ده ما بيبقاش فيه عيوب، يعني انا مش فاهمه انت بتتريق على شكل، بتتريق على لون، بتتريق على نجاحات، بتتريق على احلام وطموحات، وبتطلع اسرار ده انت مش متنمره بس، ده انت متنمره ويعني غلويه. ودي تالت صفه بقى، الغل. يعني ده هيودينا لتالت صفه، الغل. يعني مثلا في ناس هزارهم تقيل، وانا عارفه ان الهزار التقيل قوي واللي يوصل لدرجه انه يتريق على شكل او كده بطريقه مستفزه، ده واحد يعني غلاوي. في بني ادمين هزارهم تقيل وده بيبقى معروف عند الولاد اكتر، بس عايزه اقول لكم ان في ولاد كمان غلاويه. يعني الهزار اللي يتريق على شكل او كده، ده غل، مش مجرد ان انت بني ادم متنمر او هزارك تقيل بس، يعني انت شخص غلاوي، انت بتغل من اللي قدامك ده، عشان كده بتتريق بقى. يعني ايه، زي ما قلت لكم الشخصيات اللي هي هزارها تقيل دي، مثلا يعني لو جيتي مثلا كلمتيها او كده وهي معاها مواقف معاكي تبين ان هي ايه، شخصيه مثلا ايه، جدعه معاكي، بتحبك فعلا، واقفه معاكي، بتساعدك بكده، ولكن هزارها تقيل، فانت ممكن تكلميها. فيعني انا ممكن ساعتها هتكلم معاها اقول لها مثلا والله انا واحد اتنين تلاته ما بحبش الهزار ده، لو مثلا وسط ناس ما بتتكلميش معايا باللهجه دي، وهكذا، وهي ممكن تستجيب. الشخصية دي بتبقى عادي، يعني احنا كلنا فينا عيوب وكلنا عندنا ايه، الصفات الوحشة والصفات الحلوة وهكذا. ولكن انا بتكلم بقى ان هي ايه، الشخصية اللي تستغل ان يكون معاكم مثلا ناس اول مرة مثلا يقعدوا معاكم وكده، وتلاقوها بتطلع فيكم كل حاجة وحشة، تطلع فيكم مثلا ان انتوا مش كويسين، تطلع فيكم اسراركم انتوا قايلينها لبعض، تطلع فيكم كل حاجة وحشة. وده غل بقى، ده غل. والغل برضو بيبان في انها مثلا ما بتدعمكيش. لو حصل معاكي حاجة حلوة ورحتي تحكي لها، هتلاقيها بتحبطك، بتقلل منك، شايفة انك مبسوطة على ايه، ده مش حاجة. تعرفي بقى ان هي غلاوية انا اسفة لللفظ، بس دي بني ادمة غلاوية وبتكره لك الخير. فانا دي برضو مستحيل تكون صاحبة ليه. الصفة بقى اللي بعد كده الشخصية الطماعة.
ودي شبه شوية اللي هي النقم على حياتها، ولكن اللي دايما بتبص لغيرها وطماعة، مش برضو مش راضية عن اللي عندها. هو في طمع كويس، في طمع حلو، اللي هو الطمع ان انت ايه، بتجتهدي في حاجة فعايزة انك تنجحي اكتر، ده الطمع الكويس. مثلا عايزة حياتك المادية تتغير للأحسن، بس مش تروحي تبصي لغيرك وتطمعي في اللي عنده وتتكلمي عليه دايما وقد ايه هو اشمعنى ده طمع وحش. زي ما بقول لكم في صفات وحشه في طمع كويس، يعني طمع وحش وطمع كويس انك دايما ايه، شفتيني انا مثلا نجحت فانت طمعتي ان انت تجتهدي اكتر وتتشجعي اكتر ان انت تبقي ايه زيي او احسن مني. انا والله ساعتها انا ما هكون زعلانه، بالعكس ده لو انا وانت بنحب بعض وصحاب قوي، انا دايما هشجعك وهخليكي تبقي احسن مني. وانا من الناس اللي بتبقى عايزه صحابها يبقوا كويسين وناجحين وشاطرين وكل الكلام ده. يعني انا هصاحب مثلا واحده، مثلا يعني انا هبقى عايزه اصاحب واحده قليله فاشله ليه؟ ما هو انا لو ناجحه هبقى عايزه اللي معايا كمان يكون ناجح عشان ياخد بايدي. فانا شايفه ان في طمع حلو. لو انت صاحبتي مثلا وطماعه في ان انت توصلي مثلا لنجاحي او اعلى، انا هساعدك في كده، بس لو انت كويس وما بتتمنيش الزوال اللي عندي وتطمعي في اللي عندي عشان انت شايفه ان انا ما استاهلهوش. بعد كده بقى الشخصيه اللي بتحب تبان قدام الناس، يعني مثلا وسط ناس او وسط شله شباب طبعا انا مش بحلل ده خالص، بس انا بقول على موقف حصل يعني، وانا شفته في مشكله على جروب البنات. يعني الولاد مثلا بيتكلموا على البنات وصفاتهم النكديه ومش عارف ايه والكلام ده، فهي تطلع تقول اه والله ده البنات دول اوفر، ده البنات دول بيعيطوا وينكدوا على اي حاجه وتأيد كلامه. انت كده روشه يعني، مش فاهمه. أنا بصراحة مش عارفة أسميها إيه، شخصية إيه دي يعني، مش لاقية لها حاجة، فأنا شبهتها لكم بموقف. أنت إيه بشكل تاني برضو بقى، خارجة أنت وخطيبك وخدتيها معاكي، أو خارجين جروب مثلا أنت وكذا واحدة وخطيبها وهكذا، وهي مثلا خارجة لوحدها لسه ما اتخطبتش، أو تقعد قدامهم تطلع فيكوا العيوب وتبقى عايزة تظهر وتبين كيوت بقى والكلام ده. دي اسمها خطافة رجالة بقى، دي بقى نقول عليها هنا ايه، خطافة الرجالة. برضو دي من الشخصيات اللي مستحيل تكون صاحبة ليا. واول ما بلمح حد بالصفة من الصفات دي انا باخد جنب فورا. انا يمكن من الحاجات اللي مش مخلية حواليا ناس وجروب كبير، او مش مخلية حواليا اصدقاء اصلا، غير يعني مثلا ممكن نقول 3 بكتير قوي. ما كان وجت على فترة عليا ما كانش عندي صحاب نهائي خالص، او كنت اما بصاحب وبلاقي كده بقلب على طول، بقلب يعني لما بلاقي اي صفة من الصفات دي بقلب فورا. اللي بعد كده أنا مش عارفة كام يعني، انا نسيت اعد تقريبا. الصفة اللي بعد كده الشخصية اللي عايزة تسحبك ليها، او عايزة تسحبك لبلعتها. ودي يعني دي ابسط حاجة تتقال عنها، يعني مش عايزة تلغي شخصيتك. ودي انا عشتها كنت في اولى جامعة و... واول سنة بقى كده وبتاع وكنت لسه خارجة من ان انا شايلة كل اللي حواليا، يعني سايبة كل الصحاب اللي حواليا بسبب برضو كنت كل حد فيه بلاقي ان هو في صفة زي دي، تمام شكرا مع السلامة ما تلزمنيش. فالشخصية دي كانوا اتنين، يعني اول 2 اتعرفت عليهم في الجامعة في الكلية، وكنا تمام واتصاحبنا وتعرفنا على بعض وبقينا ايه كل يوم خدنا ارقام بعض وكل يوم نتقابل، وفجأة بقينا صحاب انا حبيتهم مش هنكر يعني انا حبيتهم. ولكن أنا اول لما ادركت يعني، والحمد لله يعني ان انا ادركت بعدت فورا. الشخصيات اللي عايزين يسحبوكوا ان انتوا مثلا يعني هديكم مثال، ان انتوا مثلا تبقوا بتكلموا ده وبتخرجوا مع ده وتسيبوا جامعتكم ومحاضراتكم وتهربوا والكلام ده. بعدت فورا يعني من غير اي مبررات. فجأة كده انا قعدت في البيت
والموضوع كان اللي هو اجباري، هم مثلا مش بيقولوا لي تعالي معانا ولا الكلام ده، هو اجباري، انت هتيجي معانا يعني هتيجي معانا. انا اول ما لقيت الموضوع كده انا فورا انا قعدت في البيت، ما نزلتش الجامعه. ولا والله هو انا لو نزلت كانوا ممكن ياثروا عليا، فانا هنا فهمت نفسي، انا لو نزلت هياثروا عليا، فاعمل ايه؟ بدات اقعد في البيت، ما اخرجش، ما انزلش الجامعه، ما احضرش محاضرات. وكانوا يكلموني، لا والله انا مش نازله، لا والله مش هنزل. فجاه بدات انسحب واخرج من الجروب اللي كنا عاملينه، وواحده واحده وبعدنا عن بعض، والله من غير اي مشاكل، من غير اي عتاب، من غير اي حاجه. والله يا جماعه انتوا، انا قلت في نفسي بقى يعني لو كان حصل كلام كنت هقول الكلمتين دول، والله يا جماعه انتوا مثلا يعني في حاجات انتوا مسموح ان انتوا تعملوها، انا يعني بادئي غير مبادئكم، فشكرا يعني. انا والله قضينا يومين لطاف حلوين لذاذ وانا حبيتكم، بس معلش المبادئ هنا مش شبه بعض، فاحنا ما ينفعش نكون صحاب. ولكن الموضوع انتهى يعني ايه بسكوت، فالحمد لله يعني. اول ما بلاقي شخصية عايزة تسحبني وتجرني لحاجة، والله كلنا غلطات وكلنا فينا صفات مش حلوة زي ما قلت لكم، واكيد مش انا يعني انا مش ملاك، بس في حاجات، في مبادئ انا شخصيتي ما تسمحليش ان انا اتعداها، ولا اهلي ولا تربيتي تسمح بكده. فانا حاجات متربيه عليها ومبادئ حطها لنفسي، انا مستحيل حد يسحبني ليها، فبنسحب فورا من الشخصيات دي من غير مشاكل، من غير ما استناهم يعملوا لي مشكله بقى وكده. انت كمان لو انت في وسط ناس دي اهربي فورا، اهربي قبل ما يعملوا لك مشاكل. انا يا عالم لو كنت قاعده مثلا في وسط البؤره دي كان ايه اللي هيحصل لي؟ كنت هبقى شخصيه عامله ازاي اصلا؟ بعد كده بقى هي شخصيه عباره عن طاقه سلبيه لك طول الوقت، مشاكلها ومرضها بس. والله احنا اصدقاء، احنا صحاب، احنا بنحكي لبعض مشاكلنا وبنحكي لبعض امراضنا وبنحكي لبعض الحلو والوحش والنجاحات والفشل وكل حاجة. لكن في شخصيات بقى سلبية بتصدر لك الحاجات السلبية اللي عندها. برضو كان في حياتي شخصية كده والحمد لله اتخلصت منها. الصفة اللي بعد كده بقى ويعتبر الأخيرة تقريبا يعني، يا رب ما كنتش نسيت حاجة. شخصية بقى اللي هي شخصية اللي ما بتفرقش ما بين حياتها العملية وحياتها الأسرية. يعني تلاقيها مثلا عندها مشاكل مع عائلتها في البيت وكده، تيجي قلبة وشها في الشغل، والله أنا مقدرة، هو أنا هقف جنبك لو احنا صحاب، أنا حتى لو مش صحاب أنا هقدر وهقف جنبك، بس احنا في شغل، لما أجي أسألك على حاجة تمام ما أعرفش، مش فاضية. أجي مثلا أسألها في حاجة في الدراسة أو كده، ما أعرفش، مش عارفة. او مثلا في ناس ما بتردش اصلا بتنطق. يا بنتي طب احكي لي، يا بنتي طب في ايه؟ والله لو انتي من النوع اللي ما بيحبش الكلام وقت الزعل او وقت ما تكوني مضغوطة نفسيا وهكذا، فهميني يعني، قولي لي مثلا انا ما بحبش واحد اتنين تلاتة وكده، وانا هقدر وهحترم ده وهديكي مساحتك. لكن اللي هو لوية البوز على الشخص التاني ده وهو ملهوش ذنب، ده اذى يعني، ده ايه ده؟ فتقريبا انا كده خلصت كل حاجة انا عايزة اقولها. اخر حاجة هقولها بقى، ما تخلوش حد يتحكم فيه، ما تخلوش خوفكم من الوحدة واحتياجكم لمشاعر وحب وصداقة يخليكم تبقوا في وسط دايرة تأذيكم نفسيا وتسحبكم لتحت. وبس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، والكلام العبثي ده تكونوا فهمتوا منه حاجة، واشوفكم في فيديو جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنت تحت. بس كده، باي.